لحد ما في يوم دخل عليه مجموعه من الجنود المكسيكيين وعملوا كارثه، حطموا المكان وكسروا الاساس، خربوا المحل واكلوا الكعك. طباخ المسكين وقتها راح اشتكى للحكومه المكسيكيه، بس طبعا ما حدش كان فاضيله، فقرر وقتها انه يكتب رساله للملك الفرنسي شارل العاشر شخصيا، وقرر انه يطلب تعويض بقيمه 600,000 بيزو، وده كان رقم ضخم وقتها لان محله نفسه ما كانش يساوي 1000 بيزو. المكسيك طبعا قالوا يا جماعه انتوا بتهزروا، ده متوسط دخل العامل 1 بيزو، 600,000 ايه اللي عايزينهم؟ في الوقت ده ومن قبلها سنه 1828 كان في شكاوى من نهب محلات فرنسيين في المكسيك، و1837 هتشوف اعدام مواطن فرنسي بتهمه القرصنه. فتقدر تقول ان ده مع ده خلى الحكومه الفرنسيه تقول لك فعلا محتاجين تعويض للي بيحصل للمواطنين بتوعنا في المكسيك. سلام. فقررت فرنسا في 1838 انها تبعت اسطول سفن بحريه يحاصر المكسيك، وقصفت ليها قلاع على الساحل وحصرت الساحل بتاعها ومنعت عنها اي تجاره او اي امدادات، شلل كامل للدوله. وبعد شهور من الحرب وفي 9 مارس 1839 عملوا معاهده سلام بين البلدين فرنسا والمكسيك، وفيها قالت فرنسا للمكسيك ان انتوا تدفعوا لنا 600,000 بيزو كتعويضا للي حصل للمواطنين الفرنسيين الغلابه، والفرنسيين وعدوهم باتفاقات تجاريه بين البلدين كتعويضا للحصار اللي حصل لهم. بس طبعا لا دول دفعوا ولا دول التزموا، ولا في تجاره ولا في فلوس.